يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك صلاة، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت على نبي، من مدة وانا انساه، يا ليلى وصلت على نبي، يا على دار سيدي، يا ليلى. اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اش اخباركم؟ نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. نتمنى يا ربي يلقاك هذا الفيديو في احسن الاحوال، نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم. نتمنى يا ربي تقبلوا عليا، وكنشكركم على هاد الجوج فيديوهات اللي دازوا، يعني تفاعلتوا معاه. الله يحفظكم ليا، وما تنساوش لي لايك، وما تنساوش تفرحوني بتعاليق زوينين بحالكم. الله يخطيكم عليا يا ربي. هاد النهار هذا الغزاله ديالي، جارتي كانت ساكنه حدايا، ايوا تحولات خلات بلاصتها علينا، ولكن معنا غير في نفس الفيلاج. جايين غادي يدخلوا عندها الناس اللي باركوا ليها وداكشي كاع دوك اللي جاو لعندها. ايوا قالت لي الهام، واش ما تعاونينيش، يعني تعاونيني في الطياب؟ قلت الله يا ودي مرحبا والف مرحبا على راسي من الفوق. خيرك سابق، وتنطلب صدى ربي غير الله يجيبني معاك في الصواب. وصراحه تستاهل كل خير، والله تدخل عليها بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي. هنايا البنات ليله قبل، من بعد يعني ليله قبل لا يجيو الناس، بدينا الطرقات ديال الدجاج. هي بغات دير البسطيله ديال الدجاج، يعني بسطيله حلوه. ايوا اختي جيت لقيتها غاسله ليا الدجاج تبارك الله عليها، نقي مسقطر، يعني ليله قبل. هنا مباشره خديت هذا البانيو، مولاي البانيو، درت فيه 3 ديال المعالق كبار ديال سكينجبير، ودرت 2 معالق كبار ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال البزار، ودرت الملحه البنات درتها يعني غير بيديا، يعني على حساب المذاق. درت واحد الكاس ديال زعفران الشعره، درت نص ديالو خويته، ونص ديالو خليته حتى خويته من بعد. ودرت البنات الملون الزعفران، يعني ضروري ديال الدامه. صافي رقدت الدجاج، خليته تيترقد تمايا، ومباشره دزت البصله. عندي 10 كيلو ديال البصله البنات، 9 دجاجات في هاد المقادير ديال العطريه اللي عطيتكم، و10 كيلو ديال البصله. ما غاديش تجيكم كثيره، ولكن راه 4 ديال البسطيلات تبارك الله اللي هما يا كبار هماويين ديال تحميره الوجه، والحمد لله ربي عطاها على قد نيتها. انايا فيضت معها النيه، ودرت لها داكشي بكل حب، بكل زعما بكل فرح، وربي سخر ليها وداز ليها كل شيء زوين. وجاو تبارك الله واحد البسطيلات اللي عامرين وكبار، يعني الحمد لله والشكر لله اللي ذاقهم كيعجبوه. واللهم لك الحمد يا سيدي يا ربي. هنا البنات درت ديك 10 كيلو ديال البصله، راه قسمتها على 2 ديال الكاميلات. هاد الكاميله كبيره على اساس راه غادي تهز ليا، ولكن لقيت باقي ليا الصدوره بزيت، قسمتهم. عقب درت الصدوره من التحت، يعني في الكاميلات بجوجات، ودرت الفخوضه من الفوق. نتوما الا كنتو غير في داركم راكم غادي تقليو الدجاج. بالنسبه هنايا اللي هي كميه كثيره ما يمكنش لينا غادي نقليو الدجاج، قسمتهم البصله لتحت الصدر، ودرت الفخاض. وبجوج ديال الكاميلات درت القرفه عواد، والقزبر هكايا مقبط، والسمن 2 المعالق ديال السمن، و2 كيسان ديال الزيت، يعني 2 كيسان ديال الزيت ديال كاين البلدي وكاين الرومي. هنايا كما تشوفوا البنات عندي 3 كيلو ديال اللوز اللي مفسخ. وهنايا غادي ندوزو، غادي نحمرو ان شاء الله فوق البوطه على الزيت، يكون بارد، يكون الزيت بارد صافي. وكتبقاي على المهل كتبقاي تحركي فيه حتى تشدي داك اللون، في نفس الوقت كيطيب. هنا البنات الدجاج يعني راه ما درتش فيه الماء، غير ديك العطريه اللي درت، داك البانيو اللي درت فيه داك العطريه وداكشي، وهو اللي شللته، هو اللي درت. خليت البصله هي اللي تلقات الماء ديالها.
هنا البنات غادي نشارك معكم كاع الاسرار الصراحه اللي درت وكاع داك الطريقه ديالي كما درتها. كما شفتوا البنات اللوز فاش بغيت نطحنوه في الترموماكس راه درت فيه القرفه، درت غير معلقه وحده ديال القرفه طحنات مع اللوز مع ديك 3 كيلو. وهنايا رانا درت زدت 2 معلقات ديال القرفه وزدت معلقه كبيره ديال الزبده ودرت 2 معالق ديال ما زهر ودرت 3 ديال المعالق ديال سكر كلاصي. وعندنا هاد السر هذا البنات، من هذيك 3 كيلو هزيت زلافه ديال اللوز وطحنتهم حتى ولا ليا يعني بقاني لي طالق الزيت ديالو. هو باش كنعلكو هذاك اللوز في نفس الوقت كيجي معلك وفي نفس الوقت قريب للعقده ولكن ما مطحونش بزاف، كيبقى مفرتت. فاش كتجي تديريه هانتوما البنات رانا كندير وفي نفس الوقت كنشرح معاكم. يعني معلك راه كاين اللي كيزيد فيه المرقه ديال الدجاج ولكن لا علاقه، اللوز خاصو يبقى في المذاق ديالو البنات. غادي تنسموه ولكن ما يمكنش ديروا فيه المرقه ديال الدجاج، راه ما كيجيش زوين، غادي غير يخسر لكم المذاق ديال اللوز. هانتوما كما شفتوا البنات الفخيضات الاولين راهم طابوا لي على الفاخر لان الكاميله الاخرى درتها على الفاخر. شوفوا اللوين ديالو كيحمر غزال. صافي هنايا بديت كنهز في الفخاض هما الاولين وكنخلي الصدر كيكمل الطياب مباشره. بعد ما الصدوره كملوا لي الطياب هذه الكاميله ديال الفاخر شوفوا ما شاء الله كي كتبان. صافي عقبت درت كاميله في كاميله. ايوا هنا اللي عنده شي كتيفات غادي يبانوا خصوصا في التشحيره هذه ديال الضغميره. تبارك الله 10 كيلو راها ما قليلاش، ولكن هنايا فاش زدت سميتو غادي نهز من هاد البصله هذه اللي باقا لي بالروا ديالها غنديرو في واحد الكاميله الصغيره وغادي نبقى نحرك في هذيك البصله ديالي حتى تتقال ليا. يعني ملي كيتحيد داك الروا كاع بزايد وفي نفس الوقت انا كنحرك في نفس الوقت كنقي البنات دوك العظيمات غادي تحيدوا دوك العواد ديال القرفه، تحيدوا داك القبطه ديال الربيع وانتم كتنقيو وكتحركوا. وعندكم البنات سر من اسرار الضغميره باش ما كتجيكمش حلوه بزاف كتبقى واحد المذاق فيها زوين، زيدوا الزبيب يكون مرقد. نتوما حرين بغيتو ترقدوه في مزهر كاين حتى شي مشكل. انا هنايا رقدتو غير في الماء عادي، غسلته مزيان ورقدته وطحنته مزيان وزدته في الضغميره كيزيدها اللون وكيزيدها مذاق اللي واعر البنات. عندنا البنات هنايا درت 20 بيضه ودرت عليهم 2 معالق كبار ديال القرفه. ما تقولوش لي البنات غادي تجي الزفوره في الضغميره وشهاده حق الناس اللي كالوها راه عجباتهم وحمقاتهم. غادي نشدوا دوك البيضات يعني كل بسطيله غادي ديري فيها 8 البيضات. انايا هنايا راه 4 البسطيلات درت فيهم 20 بيضه، يعني ما درتش البيض بزاف وطحنت معاهم البنات. كاين اللي كيطحن معاهم ديك الشاصيه ديال الزهر، كاين اللي كيطحن، انا درت معاهم غير القرفه. ومن الاحسن انكم طحنوها البنات باش ما يبقاوش دوك الخيوط، حيت الخيوط الا جاوكم في الضغميره البنات راه مشات لكم بسطيله راه ما كتجيش زوينه الضغميره. ضروري البنات يتطحن لكم البيض. انا كنحاول يعني نشرح لكم وداك الشيء اللي درت هانتوما كتشوفوا فيه رانا ما خزنت حتى شي حاجه والله، كل شيء من الاسرار وكل شيء. هنايا انا البنات كاين اللي كيسبق القرفه هي الاولى والسكر والزهر، انا ما كنسبقهمش. بالنسبه للزهر راه كيمرار الا بقى كيتحرك فوق العافيه بزاف. وبالنسبه للقرفه في هذه الكميه ديال الضغميره كما شفتوا البنات راه درت 3 المعالق ديال القرفه ودرت كاس ديال سكر كلاصي. كاين اللي كيدير العسل ولكن انايا درت سكر كلاصي جات لحد في القد في الحلاوه. بالنسبه للدجاجه البنات كما شفتوا الفيديو غادي يسابقني. بالنسبه للدجاج وريتكم ديك التقطيعه ديال الصدر. الفخيضات راكم كتنقيوهم وتحيدوا منهم دوك العريقات وتحيدوا من العظام وكل شيء، ولكن الصدر ديروه تقطعوه بالمقص بالاتجاه المعاكس يعني على العرض. الا غير درتوه غير بيديكم كيجي بحال مشريط يعني كيجي ناشف في الماكله كيجي ناشف. شفتوا المريقه اللي حيت من الضغميره قبل ما ندير فيها البيض راه كنديرها في الدجاجه البنات باش ما كيجيش الدجاج ناشف. الدجاج كيبقى فتي يعني كيجي مزيان مع ديك الطبقه ديال الضغميره وديال اللوز كيجي تبارك الله ما شاء الله. ملي كتجي تقطعي ديك البسطيله
تيجيو داك الصفوفه بحال بقطع شي طورطه ولا. وعاد زيد على ذلك المذاق ما شاء الله تبارك الرحمن. هنايا البنات كما تتشوفوا معايا في الفيديو، هذا راه النهار الثاني كلشي قاديتو، كلشي قاديتو وخليت الدغميره درت ليها شبيكه وخليتها تسقطر وغطيناها مزيان درناها في الثلاجه. كذلك الدجاج حتى هويا باش ما يغلبناش الوقت، ما يمكنش تصايبي نهار بنهارو والناس جايينك مع الغدا، راه ما يمكنش. يعني 4 ديال البسطيلات راه تبارك الله راه كيشدوا الوقت العشيه كامله. كما قلت لكم البنات خليت كلشي كيتسخطر، غطينا خليناه بايت في الثلاجه. لا غد ليه في الصباح وصلت البنيات مباشره جيت عند السيده. هنايا البنات جبت يعني دوك المقادير كما قلت لكم. غادي نبدا باش غادي نلمط البسطيلات ديالي. البسطيلات الا كانوا عندكم البنات كبارات باش ما غاديش حتى ولو تكون عندكم حتى شي يعني كوموند ديال الناس، باش ما غاديش تضيعوا البسطيله وفي نفس الوقت ما غاديش تضيعوا دوك الناس. غادي تشدوا دوك البسطيلات داك المقادير كلهم اللي صايبتو، غادي ديروهم في طباصل. فرقت الدجاجه البنات، يعني درت واحد هكايا زلافه ولا وحطيت طباصل. درت هكايا سرور، يعني التبصيل خفيت فيه زلافه الاولى، زلافه الثانيه، زلافه الثالثه، كان خوي داكشي مفرق مقاد. وكذلك داك الدغميره حتى هي فرقتها، حتى هي درتها مفرقه. وكذلك اللوز درته مفرق باش ملي غادي نبدا نمونطي ما غاديش تجيني وحده كبيره وحده صغيره وحده غليظه وحده كتير فيها اللوز، لا داكشي غادي يمشيك متوازي بحال الميزان. وفي نفس الوقت كما قلت لك بالنسبه يعني لكاع بحال كلا بغات تخدم شي وحده شي كوموند ولا شي حاجه، يعني تتحيد عليها التقليد، كلشي كيمشي هكاك نكاد وفي نفس الوقت كيجيو قد فهادوك في العبار ديالهم البسطيلات. هنايا البنات راه وريت لكم الورقه ديال الفيلو اللي خدمت. الورقه ديال الفيلو كتمحن كتسخسخ. انا راه كنخدم فيها تنقول لي سير الله يعزك يا الورقه ديالك المغرب، عرفتي كتلوحيها على الطاوه، كتسد لك الطاوه وفي نفس الوقت كدير غير دوك 5 يعني كيدوروا وكتجمعي. هنايا اختي راه كتكتري الورقه ولكن ما تخافوش منها البنات، واخا كتكتروها راهم يعني كتسود مع بعضياته ومع الطياب راها ما كتبقاش تبان. وها نتوما راه شفتوا فرشتها مزيان لان الوجه ديالها هو لتحت ماشي الفوق. الوجه ديال البسطيله البنات راه هو لتحت في اللاطه. هانتوما وسر من الاسرار ديال البسطيله باش كتجي الحاشيه ديالتها مقاده وما تفرقعش لكم البنات. الطريقه اللي درت ديال الجناب شفتوها، هذيك راه ما كتخليش البسطيله ديالك تطردق وكتبقى الحاشيه ديالها واقفه. يعني ملي تتحطيها بسطيله نيت ماشي الجناب ديالها نازلين. وما تخافوش البنات. وبالنسبه للدهين درت الزبده والزيت. الزبده ما كثرتهاش ولكن غلبت الزيت باش تجيني مقرمشه. الا درتو الزبده هي اللي غالبه ولا الزبده غير بوحديتها كاين اللي تيدير الزبده، يعني داكشي تيبقى اختياري، ولكن تتجي شويه تتجي رطبه تتبقى لكم رطبه من الداخل. حاولوا تغلبوا دائما الزيت على الزبده، ودائما ديروا هاد الطريقه ديال الجناب البنات وغادي ترحموني عليها. وما يغركمش انني كثرت الورقه، ما حدا هي كطيب وهي كتذوب، يعني راه ما كذبش عليكم واخا تبان لكم يعني كثيره الورقه ما تخافوش منها. انتم شفتوا البنات هنايا بالنسبه للدجاج ماشي غير تحطوه تزلعوه صافي، نتوما كتزلعوه فيه ملي تقادو حاولوا تبركوا عليه هكا كما شفتوا الطريقه اللي درت. وفي نفس الوقت حتى الدغميره حتى هي شفتوا داكشي كيجي مفيني، يعني في الداخل ديال البصيله كيجي مفيني صافي البنات. هنايا الا بغيتو فوق من اللوز غادي ديروا واحد الورقه راه ممكن ديروها. انا بما ان كما قلت لكم فرشت ليها داك لتحت ديال القاع ديالها هو اللي غادي يكون الوجه، يعني الفوق ديالها راه كاينين يعني ديك الدوره ديال الوراق راهم كاينين عندي انا بزايد. داكشي باش ما درتش وحده من التحت غادي نديرهم انا من الفوق صافي. هانتوما وانتوما كتلمطوا وفي يديكم كديروهم في داك الطبسيل ولا زلافه اللي فيهم الزيت وفيهم الزبده، وما تخافوش منها ولو كتقطع هي راه بالخف كتنشف. انا راه حليتها حدايا ودايره ليها مغطيه بالميكا والسربيطه، ما تخافوش منها البنات. اي حاجه شوفي اي حاجه كتوكلي على الله سبحانه وتعالى وكتزعمي
يا اي حاجه كتبغي الزعامه والثقه في النفس. ثقي في نفسك وتوكلي على الله سبحانه وتعالى، وربي ما غاديش يخيبك. وهي يعني الورقه الفيل وكاع اللي تيقول لك راها خايبه وراها كدير وراها كدير، المهم بعدا اللهم تقضي بها، لا خلاها اللهم العمش ولا العمى، اللهم هي ولا اختي ما كاينش كاع. ها انتم كما شفتوا البنات، صافي هنا هذه راه الاولى البنات، هذه اول وحده، يعني بديتو غير جيت وبديتهم مع الصباح. صافي بقيت هكايا كنخدم وفي نفس الوقت كندير يديا. وحاولت البنات انني نصور معاكم كل شيء، وربي شاهد عليا ما خزنت عليكم حتى شي حاجه، وهاد الاسرار اللي انايا درت معاكم. وحاولت ما نقطعش يعني ما نحيدش الفيديو بحال هكايا ملي كتكون هكا هاد الورقه هذه في استطاعتي انني ما نديرهاش، ولكن لا، غادي درتها يعني جايه من التحت. ما غاديش ديروا كما شفتوا، راه نتوما كتخدموا فيها هي كتسوده، راه كتسوده مع بعضياتهم. وتحاولوا فاش كتكونوا ملي غديروها الفران بحال دوك جوجات الفوقانيات، دائما تزيدوهم على اساس راه ملي كتدخليها هي راه كتزيد تهز، فهمتي كتشقق. خصوصا انا يعني عندي 4، خاص تبقاي تدوري في هادي وديري هادي. هي البسطيله كتبغي الصراحه تدخل الفران وتزكى، قد ما بقيتي كتحركي فيها قد ما الورقه كتبقى كتهرس. هنايا ضروري البنات تقبوها مزيان مزيان، ومباشره البنات دخلتها الفران. الفران يكون سخون يعني درجه الحراره ديالو تكون طالعه. اين فوا غادي تدخلوا اللاطه الوسط ديال الفران، ماشي لتحت ماشي لفوق، غادي تدخلوها الوسط. ملي غادي تدخلوها الوسط غادي ديروه على 150 160 درجه. الا كان عندكم الفران يعني كيشعل على هاد 150 160، الا كان من 170 حيت كاين شي فران اللي ما كيكونش ما تيشعلش على 150، يديروا 170 160 170. وغادي تخليوها البنات درجه الحراره غادي ديروا غير من التحت، ما ديروش من الفوق، ديروا غير من التحت. وغادي تخليوه من ساعه وربع حتى لساعه ونص. كنقول لكم نتوما غادي تبقاو طلعوا عليها ملي غادي تضرب ديك نص ساعه، طلعي عليها، بقاي غادي تطلعي عليها. ولكن حاولوا قد الا استطعتوا ما تحركوهاش، لان العافيه غتكون مهيله. والسر من اسرار البسطيله البريات، الا ما طابتش البسطيله من الداخل الورقه تكون يعني كتاكلي في ديك الحشوه ديالها بالورقه هذيك، ما بلا ما زعما تقولي رانا صايبت البسطيله، حيت غتضربي عليها تماره وغتخسري عليها فلوسك. وراه ماشي سهله، راه يكذب عليك الكاذب، راه ما ساهلاش، حتى هي فيها تمر وفيها تسخسيخ. ولكن كتجي حتى الفران، وكان بنادم يعني كاين اللي كيشعلها كيخدم للفران بحال مطيب، غطيبي شي حاجه العافيه يعني مجهده. نصيحه لوجه الله، البسطيله كتبغي العافيه مهيله 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 بزاف، حيت الفوقانيه بزاف غادي تحمر، بزاف غادي تخرشش، غادي غير تقيسها تجيك راه مخرشه. ولكن السر في الدخلانيه، الورقه اللي تتكون لداخل هذيك هي اللي خاصها طيب باش ما كتبقاش لكم رطبه. صافي هنايا كما شفتوا البنات، راه هذه البسطيله الثانيه، الاولى رانا دخلتها، وهذه راه الثانيه غادي ندير. راه كان قالت ليها بدوك الجنيبات، وغير ديروا هذه الطريقه ديال هاد الجناب هادو البنات، وغادي تشوفوها كيفاش غادي تجيكم ما شاء الله. والله حاولت يعني شحال من سيده كانت حضرات معنا تما داكشي، وقالت لك واش صورتي لينا كلشي؟ قلت لهم ربي شاهد عليا، يعني داكشي اللي درت وداكشي اللي دقته، لان كاينين متتبعات ديالي اللي حضروا في المناسبه قالوا لي يا الهام الطريقه وداكشي، قلت لهم داكشي اللي درت بالاسرار بالخدمه بكل شيء رانا صورته، ما زقلت لكم حتى شي حاجه باش تشوفوا بعويناتكم. انتما البسطيله الثانيه كما قلت لكم، نتوما يا الزبده حداكم كتخدموا في نفس الوقت نتوما. وما كما قلت لكم البنات ما تخافوش من الورقه، راها كتسود وكتذوب، ما تخافوش من الورقه اللي واخا زعما غتجي غتقولوا راه درتي واحد الكميه اللي هي كثيره، جات لحد في القد البنات، وجات ما نعاود لكمش عليها والله. ودائما تقبوها باش ما كتنفخش ليكم، ما كتطرطقش ليكم، تقبوا البسطيله مزيان.
صافي مباشره هذه ملي درت الثانيه دخلتها مع الاولى، ودزت لعند السيده اللي دارت اللحم، الله يعطيها صحيحتها والله يحفظها. انا صراحه الله واخا كنطيب اللحم وداكشي، اول مره شفت ان اللحم انا يعني كتشديه بحال كدلكيه في وسط ديك العطريه، وغير من العطريه والتشرميله ديالو باين اللحم. يا سلام الله يعطيها صحيحتها، وجا غزال 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 بزاف. يعني تيقول لك هكا يكونوا الصحابات ولا فالا والله. آه، وقفوا معاها بزاف بزاف يعني صحاباتها، ووقفت معاها حتى انايا الحمد لله. الله يقدرنا واحد الوقفه اللي خلاها وقفه ديال الرجال. كيما صاحبتي اللي دوزات السبوع ديال بنتها ما شاء الله، كانت معاها مرت لوسها، اش غادي نقول لكم ما شاء الله الله يعطيها صحيحتها. وكذلك حتى هي وقفت معاها صاحبتها. وعاده هاد السيده هادي اش غادي نقول لكم، والله تباقي الخير في الدنيا. والله باقي الناس اللي يعني كيبغيوك لله في سبيل الله ويوقفوا معاك وقفه ديال الصح. وهذا هو الهدف ديالنا. راه ماشي غير بغيني نبغيك على حاجتك ولا على حاجتي، هذاك الشيء غير صحاب المصلحه. اما الا كنت غادي نبغيك ولا غادي تبغيني، بغيني لله في سبيل الله وحبا في الله، نتعاونوا مع بعضياتنا. وخصوصا في هذه الغربه راه حنا خوت، راه حنا يعني كل خيره في داره وكل عيبه في داره، تا واحد ما ناقص الهم، تا واحد ما ناقص الخير، ولكن بنادم القلب ديالو يكون مسلم. والحمد لله هنايا راه قرب الوقت ديال الغدا، صافي البسطيله راه وجدات. البنات صورت واحد المقطع ما عرفتش فين مشى ولا واش ما ضغطتش انا على التصوير. فاش جبت الطورطه ديك الطورطه فاش جبت البسطيله وقلبتها في الطبسيل، والله البنات ما عرفت داك المقطع فين مشى لي، بغيت نوري لكم يعني فاش قلبتها كيفاش جات. وهذا هو التزيين المتواضع اللي درت انايا، عاونوني يعني حتى البنات اللي فاش سميتو اللي كاينين حتى همايا في التزيين وداك الشيء. هذا هو التزيين اللي درنا ليها. وهادو هما البسطيلات، هانتوما البنات راه جاو ماشي غا زوينات، راه زوينات واكثر من زوينات واكثر من رائعات. والناس يعني اللي كلاوهم بصحتهم وراحتهم وعجبوهم، الحمد لله والشكر لله يا ربي. ملي كدوز لك الحاجه بخير وعلى خير وكيفرحوا وكتفرح يعني الناس ديال اللي عندهم المناسبه، والناس كاع اللي وكيدوز لك كلشي بسلام، يعني راه هذيك هي الدنيا وما فيها. وهنايا كما شفتوا البنات اللحم حتى هو جا غزال ما شاء الله الله يعطيها صحيحتها. وهادو هما يا البلاطوات ديال الحلوى هادو هما البلاطوات ديال الحلوى. سمحوا لي الفيديو راه غادي يجيكم طويل 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 طويل، ولكن الغالب الله يعني كلشي خاصنا نصوروه، كلشي خاصنا نشاركوه معاكم. ما يمكنش غادي نزقلوا شي لقيته اللي هي زوينه غزاله. هنايا لاله اللي كتخوي اتاي راه هي مولات الدار وهي مولات هاد الحفله كامله، الله يعطيها صحيحتها. وختامها مسك، ختمناها بواحد الكاس ديال القهوه معشب. يا سلام، تنقول لكم تبارك الله عليكم.